الكلام ده ليك انت اللي هتكلم فيه ده، اكيد حصل معاك، اكيد وصلك رسالة مبروك كسبت مبلغ كذا، وانت يا حزين بتصدق بسرعة وتفرح جايلي فلوس. او جالك رسالة بيقولك البطاقة البنكية بتاعتك محتاجة تحديث، وانت يا حزين تصدق بسرعة وتقول دي محتاجة تحديث، خد دي بقى. او ممكن يقولك روح لاقرب ماكينة بتاعة شحن مثلا، بيقول لك روح وهتقول له اعمل كود كذا وهتكسب فلوس، وانت يا حزين تروح وتقول للراجل ويعمل الكود ويسحب من الراجل فلوس، وانت يا حزين اللي تاخدها على عينك وتدفع الفلوس للراجل وما كسبتش حاجه. او ممكن يقول لك كسبت فلوس على المحفظه واعمل خطوات كذا كذا، وانت تعمل معاه الخطوات وهو بيكون بياخد منك الفلوس مش بيديلك الفلوس. خد بقى الكبيرة دي. عارف بقى دلوقتي احيانا بقى وصلوا لطريقة احترافية جدا. عارف الرسالة انت لما بتحول لاي حد عملية تحويل الرسالة او الشركة بتبعت لك الرسالة، بقى بيعملوا رسالة زي دي بالظبط وبيشيل الرقم مثلا وبيحط رقم اللي هينصب عليه، وبقى بيعمل بالطريقة ديت على طول، ويبعت لك الرساله على الواتساب، وانت يا حزين تصدق وتقول ده في فلوس وصلتني، يقول لك انا بعت لك مبلغ بالغلط علشان انت ترد له الفلوس، وانت يا حزين تدخل على المحفظه ما تلاقيش فلوس، ما انت مسكين مفيش ولا جنيه في جيبك، ما بتصدق اي كلام وخلاص. اخيرا بقى انتبهوا جدا، خلي بالكم مش اي رساله تصدقوها ولا اي مكالمه فون تصدقوها، مفيش حد بيوزع فلوس وخلاص. انت كسبت، انت عملت ايه عشان تكسب او تاخد فلوس؟ بلاش تمشي ورا اي حاجه وخلاص، وتأكد من أي حاجة تجيلك، تأكد إذا كان المصدر ده صح ولا مصدر نصب.